واجيب مثلا الزغلول ده كده اول واحد اللي هو القمر، وابدا ان انا احط الخرطوم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا، يا رب كده دايما تكونوا بخير وسعادة. اتكلمنا عن الحلقة اللي فاتت عن تأكيل الزغاليل اللي انا خدتها من تحت الاهالي، عشان طبعا كنت صفيت الحمام زي ما اتكلمنا كده. المهم ان انا كنت باكل الزغاليل بالميكس اللي انا عملته. ناس كتير سألتني في الكومنتات عن الميكس تركيبته ازاي. ان شاء الله ده اللي هنعمله مع بعض ان شاء الله في الفيديو. ما اتكلمتش عليه في الفيديو اللي فات لان طبعا الحلقة ما تطولش معانا او ما تاخدش مساحه كبيره في الوقت معانا. فالنهارده باذن الله هنتكلم على كل حاجه في الميكس، ازاي انك انت تقدر تعمله في البيت باقل تكلفه، ويبقى معاك ميكس تاكل بيه الزغاليل اللبه حتى عمر الفطام. ده اللي هنشوفه ان شاء الله مع بعض في الفيديو دلوقتي. دي كده يا جماعه مكونات الميكس اللي احنا هنعمله ان شاء الله مع بعض. ربع كيلو فول صويا مطحون، ربع كيلو ترمس، يعني الكميه دي قد دي بالظبط، ربع كيلو ترمس مطحون برضو بنجيبه من العطار. 8 كيلو عدس، طبعا 8 كيلو عدس طبعا ده انا طحنته برضو في البيت. وادي 8 كيلو حلبة مطحونة بنحط عليها السيريلاك. طبعا السيريلاك من الصيدلية، في برضو عند العطار بيتباع سايب، ممكن انك انت تجيبه وتستخدمه برضو مع الميكس اللي احنا هنعمله. بصل بودر وتوم بودر والخميرة والكالسيوم بتاعنا هنشوف دلوقتي هنعملهم ازاي ان شاء الله. بعد كده يا جماعة بجيب طبق زي ده كده، طبعا بحط فيه الخلطة اللي احنا عملناها. بحط فول الصويا، فول الصويا ده مهم جدا وبروتين عالي جدا للزغاليل بتاعتنا وللحمام عامة او لاي طيور. تمام. بحط عليه برضو الترمس اهو، بحط عليه الترمس المطحون اللي احنا حطيناه. والعدس طبعا 8 كيلو عدس حطيناه برضو، بروتين حلو جدا برضو للحمام بتاعنا وللزغاليل اهو. وبحط عليهم بقى الحلبة المطحونة بالطريقة دي كده برضو 8 كيلو. بجيب بقى معلقة من البصل بودر، معلقة كبيرة كده، وبحطها على الخلطة بتاعتنا. وبجيب برضو من الثوم ده كده، بحط برضو معلقة كبيرة كده. تمام. طبعا هيتبقى معانا اللي هو السيريلاك، سيريلاك القمح ده مهم جدا. ده برضو انت بتجيبه من عند العطار، لكن انا ساعات ممكن ما الاقوش فبجيب اللي هو الصيدليه برضو ممتاز. هيتبقى معانا حاجه واحده بس اللي هو هنحط عليها فيها حوالي 3 اقراص خميره اللي هي دي كده، هنطحنهم طبعا. و3 اقراص برضو او 4 كالسيوم اهو كده. الكالسيوم ده بيجيبه من الصيدليه اللي هو كالسيوم محار البحر او كالسيوم فاركو، هيبقى كويس جدا مع الزغاليل بتاعتنا. نجيبهم بقى ونطحنهم بالطريقه دي كده، نطحنهم طحنه. وده كده يا جماعه بعد ما طحنا الكالسيوم والخميره مع بعض اهو، ببدا احطها على المكونات بتاعتنا بالطريقه دي كده اهو. وابدا بقى بعد كده ان انا اقلب كل المخلوط بتاعي كده لغايه ما يحصل تجانس بكل المكونات بتاعه الخلطه اهي. ده كده يا جماعه شكل الميكس بتاعنا بعد ما خلصناه اهو، ما شاء الله ناعم وزي الفل. هنبدا بقى ان شاء الله نجيب الزغاليل بتاعتنا وناكلها مع بعض دلوقتي، او نشوف طريقه تحضير الميكس ده يبقى عامل ازاي. بملى طبعا ربع الكوبايه وبحط عليهم معلقتين من الميكس اهو كده. تمام، مش صغيرين دول. وابدا ان انا اقلب الميكس كده لحد ما يدوب كده يا جماعه. ببدا بقى السرنجه بتاعتي دي كده، واجيب مثلا الزغلول ده كده اول واحد اللي هو القمر، وابدا ان انا احط الخرطوم. وده هو يا جماعه الزغلول بتاعنا. بدي برضو للزغلول التاني نفس الحكايه. بدل الزغلول التاني برضو عشان طبعا الزغلول ده صغير، هيكونوا حبه صغيرين خالص. نفس الحكايه كده. وادي الزغلول بتاعنا اهو يا جماعه ما شاء الله. ده كده الميكس اللي احنا عملناه يا جماعه مع بعض ان شاء الله، وده اللي هاكل بيه برضو الزغاليل الكبيره دلوقتي. هنحط الازازه كده. طبعا انا متعود طبعا ان انا اكل بالازاز زي ما اتكلمنا في الفيديوهات اهو كده. تقديريا برضو هحط
الكميه المناسبه للزغاليل بتاعتنا اهو. حوالي ربع الازازه. نبدا بقى ان احنا نحط كده الميه اللي احنا هنحطها اهي بالطريقه دي كده، وارجعها بالطريقه دي كده لحد ما تتجانس كلها مع بعض. ناكل مع بعض الزغاليل ده كده. بص ما شاء الله الزغاليل اهي مصرفه الاكل وجعانه اهو. وادي الزغلول التاني اهو كده يا جماعه. تحس ان هي بشربهم ميه بس، لو تقلت اكتر من كده طبعا هتعجن معانا اهو. وادي الزغلول بتاعنا اهو. واحد تاني. هنشوف برضو مع بعض ان شاء الله بعد كده في فيديو، نشوف بقى هل اللي احنا عملناه ده بيدينا اوزان حلوه ولا لا اهو. ممكن برضو ان انا اشتغل مع الحمام اللاحم. طبعا ما دام انا ما باكلش علف او ما بديش علف يبقى عادي مفيش مشكله كده، انا شغال كويس اهو. اهم حاجه ان انا ما اديش العلف اللي هو العلف التسمين ده خطر جدا. لو انا طبعا هذبح الزغاليل عادي مفيش مشكله، انما طبعا انا مش هذبح الزغاليل دي، انا هربيها، فمش محتاج ان انا اكل بقى علف تسمين. نحط بقى كده الازازه الثانيه اهو كده يا جماعه مع بعض. الزغاليل بتاعتنا بتبقى 100 100 اهو. ريشه لازقه ده لسه تعالى. كف معايا الزغاليل كلها. طبعا خلطه جميله جدا، مكوناتها مفيش فيها اي غلط خالص بالنسبه للزغاليل، مكوناتها ممتازه ومفيش فيها اي مشاكل. ده كده يا جماعه اخر واحد واخر حبه، يا دوب ازازتين اهو. اهو كده يا جماعه. ما بملاش بقى الزغلول بتاعنا للاخر، الفيصله بتاعته للاخر. يبقى ده كده يا جماعه الميكس اللي احنا عملناه مع بعض اهو كده. ده برضو بيقعد معايا فتره، برضو باكل بيه الزغاليل. ولكن طبعا ان انا لو عامل مثلا مزرعه او عامل مشروع زي ده كده وعايز طبعا ان انا اكل الزغاليل، او موقف زي اللي حصل معايا ده كده، طبعا في اهالي طبعا سابت الزغاليل بتاعتها وعايز اكلها، او ان انا برضو بجمع الزغاليل واكلها برضو مفيش فيها اي مشكله. طبعا بستبدل عنصر واحد من العناصر دي، هي نفس المكونات طبعا اللي احنا قلناها في اول فيديو. بستبدل السريلاك وبحط مكانه اللي هو علف الحياني اللي هو بتاع الحمام. بجيب العلف طبعا بجيب حوالي 2 كيلو على التجميعه اللي انا عملتها دي، وبطحنه برضو في الكبه او في الخلاط بتاعنا، بطحنه طحنه كويسه وابدا اضيف عليه العنصر ده. بيديني كميه كبيره وفي نفس الوقت مش هيضر الحمام بتاعنا، بل بالعكس برضو هيديني نفس العناصر الغذائيه اللي انا عاملها في المكونات اللي انا عاملها دي كده. بكون طبعا كميه كبيره ببدا اكل بيها الزغاليل بتاعتي، مش هتبقى مضره ولا حاجه، بل بالعكس انا جربتها قبل كده وكانت شغاله معايا كويس برضو. المهم طبعا ان انا بضيف طبعا اللي هو العلف الحياني او العلف الحمام، علف اللي هو يكون مخصص للحمام وليس علف اي علف يا جماعه، عشان ما نضرش الزغلول بتاعنا. كده بكون خلصت حلقتي معاكم. يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.